السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي، وإن شاء الله النهاردة معانا حلقة عن الإسكان الاجتماعي. طبعا هي في القناة طلبوا مننا إن احنا نصور الإسكان الاجتماعي في محافظة السويس. كتير كتبوا لنا في التعليقات واحنا بننشر عن الإسكان الاجتماعي، فقالوا عايزين محافظة السويس وأماكن اللي فيها دلوقتي بتنفذ مشروع الإسكان الاجتماعي بالسويس. فالحقيقة دي دلوقتي أنا هوضح لكم في الحلقة دي فين المكان اللي بيتم فيه السكان الاجتماعي، وهصور المكان بالظبط بالتفصيل والشقق من جوه، وهوضح لكم في الحلقة بالتفصيل ان شاء الله في عجالة سريعة كده، وكملوا معايا الحلقة للآخر. فهنا طبعا اليافطة دي بس هي ممكن تكون مش ظاهرة شوية عشان كان التصوير بسرعة. دي هيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفذ حوالي 158 عمارة أرضي وخمسة متكرر، ومعاهم إنشاء حوالي 108 محل تجاري، ومعاهم إنشاء حوالي 72 وحدة إدارية اللي هي مباني خدمية. تمام، يعني المنطقة متكاملة من من كل الخدمات. هنا بس التصوير معلش جه متأخر، ان انا صورت في دخلة التوفيقية من على طريق مصر السويس، دخلت يمين كده اللي هي مدخل التوفيقية، وبدأت تظهر العماير اللي هي بتاعة الإسكان الاجتماعي اللي تم تنفيذها أو جزء كبير منها اتنفذ. وده اللي هنشوفه حضراتكم مع بعض. وهنشوف هنصور كمان الشقق من جوه مساحتها عاملة ازاي والتقسيمة بتاعتها عاملة ازاي. فكده أنا دخلت في طريق اللي هو بيبقى على شمالي اللي هي مدينة التوفيقية، والناحية التانية من ناحية كده الناحية التانية خالص قصادها. ودي اليافطة اللي أنا كنت مصورها لكم في الأول، اللي هو عملت عدد العماير والوحدات الإدارية والمحلات التجارية. تمام، ده كده شكل المعمار الجديد او اللي هو بتاع الاسكان الاجتماعي. ده الشكل الجديد حتى في جميع المحافظات، يعني في محافظة 6 اكتوبر نفس الشكل، في حدائق العاصمة نفس الشكل، وهكذا. ده الشكل المعماري الجديد بتاع الاعلان اللي هو بيتسلم او بيتم عمله حديثا. انا كده دخلت بس لسه طبعا ما استفلتتش، لكن اغلبية العماير والواجهة خلصت كواجهة. وهنشوف برضو من جوه الشقة عاملة ازاي. تعالوا مع بعض، دي كده الريسبشن بتاع الشقة، وفي البلكونه. تمام، دي الصاله. تمام، وفي طرقه طويله، وكل التقسيم ده زي ما قلت لحضراتكم موحد على جميع المحافظات. تمام، دي نظام الاوض. هو ممكن تكون الاوض هي 3 متر في 33، والاوضه الكبيره 3 متر في 365. تمام، عباره عن طرقه وثلاث اوض ومطبخ وحمام، وفي زي بلكونه صغيره عاملينها كمنشر في الطرقه، هوريها لحضراتكم دلوقتي. ده كده بالنسبه لحضراتكم اللي باين في الصوره ده المطبخ. تمام، برضو مش وحش يعني. ودي الطرقة اللي انا بقول لحضراتكم الطويلة فيها كل حاجة. وهنشوف دلوقتي العماير ده بس في محافظة السويس عاملينها الشيش وازاز، في بعض المحافظات عاملينها اللي هي الموتيل. تمام، فده طبعا بعد ما المنطقة هتتسفلت وهتبقى مية مية، هيبقى هيبان كل اللي احنا بنصوره ده. وان شاء الله هصور لكم على مراحل بعد التشطيبات وكل حاجة وما تكون المدينة كاملة. وهنا عاملين غير المشاريع التانية، بقول عاملين محلات تجارية في كل عمارة فيها حوالي محلين. ده برضه بيبقى عشان يبقى فيه خدمات في المنطقة وما يبقاش فيه زي مول او كده. هي خدمات بتبقى المحلات دي تتأجر او بتتباع وبتتفتح. طبعا الناحية التانية اللي قدام حضراتكم دي اللي هي مدينة التوفيقية اللي هي في السويس، بس هي مش في الجانب بتاع التوفيقية، ده الناحية التانية من الطريق وانت داخل على التوفيقية. ده الاسكان الاجتماعي اللي بيتم حاليا وانشاء. كان في اسكان اجتماعي ناحية حي عتاقة، وده انا كنت اللي هو اتسلم منه مراحل كتير وناس سكنت. لكن ده اللي هو فيه عند التوفيقية وقريب جدا من يعتبر السويس ومنطقة الإسعاف وحتى هتلاقي على أول الطريق الوطنية. أنا جايب لكم الكاميرا بس يا رب تكون واضحة. تمام، ودي قلنا شكل عماير. أنا إن شاء الله انتظروني قريب، إن بعد ما يتم مرحلة بقى السفلتة واللاندسكيب والكلام ده كله هتبان جمال هذا المشروع إن شاء الله بإذن الله. يا رب نكون احنا يعني وضحنا لكم اكبر قدر من المشروع، الناس اللي كانت طالباه في التعليقات، علشان نبقى وصلنا المعلومة او اللي هم عايزينه. وهتتابعوني ان شاء الله في التصوير اول باول، وفي تسليم المراحل وكل ده.
طبعا انا النهارده هبين لكم بقى وانا خارج من المنطقه، عشان اللي مش متذكر قوي المنطقه دي فين. فانا دلوقتي خلاص خلصت وهخرج بقى خلاص وهمشي، فاوريكم الموقع ده بالنسبه لي ايه فين بالظبط وانا راجع. يعني انا خارج دلوقتي من المشروع فخرجت، فكده انا هلف وهرجع تاني. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم اللي جنبي دي التوفيقية، فانا هلف وارجع تاني. واما راجع تاني هتلاقي الطريق اللي اخره بنزينة الوطنية والاسعاف وطريق مصر السويس. يعني انا لما بلف كده تمام، اخر يعني هيبقى على المشروع ده، المشروع هيبقى على شمالي تمام، وانا همشي كده هيوديني ناحية الاسعاف وبنزينة الوطنية وطريق مصر السويس اللي هو ايه، الرئيس اللي هو طريق مصر السويس القاهرة السويس تمام. وده اللي شايفين ايه مساكن ايه التوفيقية. ده مكان المشروع الاسكان الاجتماعي اللي حضراتكم طلبتوه وقلتوا موقعه فين. وطبعا اللي عايز يقدم فيه الاسكان الاجتماعي يقولك طب احنا نقدم ازاي؟ ما قلتش نقدم ازاي. اولا المشروع كل سنة او كل شهور دلوقتي او كل كام شهر بينزل اعلان. الاعلان ده بينزل في البريد وبتسحب منه كراسة الشروط تمام، وبيديك بقى الشروط كلها بتبقى كاملة، اللي هي ازاي تقدم، ازاي تدفع المقدمة، وازاي ترفع الورق على النت، ايه الاوراق المطلوبة من مثلا صورة البطاقة والعقود ووصل النور واذا كان طالبين قيد عائلي بالنسبة للمتزوجين وهكذا. بتكون في شروط، فانت بتتابع الاعلان لما بينزل هل في محافظة السويس ولا لا. لان كل اعلان لما بينزل بيبقى في بعض محافظات ممكن تنزل السويس في الاعلان مثلا ال 15 ما تنزلش في الاعلان ايه ال 16 وهكذا. وممكن ينزل كل مره في الاعلان لو متاح ايه الشقق كتير تمام. كده انا خارج زي ما قلت لحضراتكم، ودي اللي هي عماير اللي هي بتاعت البترول اعتقد، ودي اللي توفيق ده هنا يعني انا دلوقتي خلاص هتلاقي اخر الطريق ده اللي هي بنزينة الوطنية اللي على طريق مصر ايه السويس، وهنعدي الناحية التانية هنلاقي ايه الاسعاف. وخلاص انت كده في وسط ايه المدينة. وده رئاسة حي عتاقة تمام. واي استفسار هتتابعوني على القناة اول باول، وهنشوف برضو وهنصور تاني زي ما قلت لحضراتكم لغاية اما المشروع يكمل على اكمل وجه. وبرضو هصور لكم بتاعت اللي هو في مشروع اسكان اجتماعي كان اتسلم قبل كده في حي عتاقة ناحية الكبانون والصفا، ده كان اتسلم وناس سكنت بالفعل تمام. فهنا في محافظة السويس هتبقى ان شاء الله في مراحل اسكان اجتماعي كتير، وان احنا عشان نتابعها هتتابعوني برضو لما تنزل الكراسات وفيها محافظة السويس هتلاقوني نزلت حلقات عن الموضوع ده علشان نقدر نستفاد بنظام الشقق والقسط وتمن الشقة والفايدة كام والتقسيط كام والكلام ده كله. كل ده احنا ايه هنشرحه ان شاء الله بالتفصيل. دي اللي هي البنزينة الوطنية. يبقى المشروع الاسكان الاجتماعي قريب جدا من الاسعاف وبنزينة الوطنية والاسكان وطريق مصر السويس، مش اللي هو ناحية ايه الصفا او ناحية مدينة صفا او ناحية ايه اللي هي عتاقة زي ما بيقولوا اللي هي قصاد المنطقة اسمها الكبانون. لا دي قدام التوفيقية. وان شاء الله لما بتنزل اعلانات تانية بنحدد المواقع فين وهنصورها لكم ان شاء الله اول باول. يا رب نكون افدناكم، وتابعوني على القناة اول باول عشان توصلكم كل جديد. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.